للأسف الشديد لا شوط أول ولا شوط تاني، وحتى لو المباراة استمرت لبعد صلاة العيد برضه كنا هنخسر من الوحدة. ما كنتش أتمنى إن احنا نخسر تاني مباراة في الدوري بشكل هزيل. نقاط بمنتهى السهولة ممكن إن احنا نكسبها. بصراحة ملومش ولا لاعب نهائيا، أنا بلوم بالمدرب مورينيو. يعني خرجنا من كأس الملك وقلنا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، لعلها تكون دفعة في الدوري. أكلنا وشربنا من الفتح بأربع أهداف. دخلنا مباراة الاتفاق حققنا 3 أهداف وكسبنا 3 نقاط. قلنا كويس وهنستمر ونتصدر. اليوم فقدنا الصدارة. النصر بكرة هيلاعب الطائي وطبعا هيكسب بالتالي وهيبعد بأربع 5 نقاط عن المتصدر دلوقتي الحالي النصر، والشباب بعديه الثاني والثالث الهلال. للأسف فينيس مورينيو مش هيذهب بعيدا بنادي الشباب، وخالد البلطان وحيدا وكتر الله خيره بيعمل لحاله، لا دعم ولا أعضاء شرف ولا الأمير عبد الرحمن بن تركي ولا عيال خالد بن سلطان موجودين. فالنادي بصراحة لولا الله جل جلاله ثم خالد البلطان الله أعلم احنا كشبابين كان مصيرنا ايه. مستوى سيء، كرات مملة، كرات مقطوعة من وسط الملعب. الانتقالات الجديدة المفروض إياجو نأتي من مدافع أو بلاعب تاني. شايف إن في أي تميز بالنسبة للأجانب. ريكارلوس جونيور، سانتي مينا علامة استفهام حتى اليوم. ما اقدرش اقول ان فعلا زي ايجالو لما قتل الشباب وكان فعلا فارق في المستويات، وسانتي مينا لسه الحكم عليه صعب. اوكي مهاجم كويس وليه سي في جيد وكل شيء ده مفهوم، لكن التشكيل الايجابي او النقطه القوه بالنسبه لسانتي مينا ما ظهرتش حتى الان. جمهور الشباب بصراحه لنا الله مباريات سهله بتروح. شفنا اليوم مباراه هلال والاتحاد، هلال وفي معقل الاتحاد وكسب 1-0 واحنا بالعافيه بنكسب بهدف ضربه جزاء. بصراحه مستوى غير مطمئن تماما. يا ريت تكتبوا لي في تعليقاتكم هل ده مستوى يرضي كل الشبابيين؟ هل احنا ممكن نروح بعيدا في الدوري بعد خروجنا من كاس الملك؟ اتامل التفاف من خالد البلطان اللي بصراحه طبعا بيفعل كل شيء من الالف الى الياء. التفاف حوالين اللاعبين حتى ينتشل الفريق من الحاله النفسيه السيئه اللي بيمر بيها خلال الايام الماضيه. خصوصا مباراة اليوم كانت صعبة، ان احنا خسرنا 2-1 من الوحدة، كانت مباراة سهلة ممكن كان فرصتين. بالاضافة نادر شراري اليوم انا مش عارف هو تكتيكه ايه المدرب عشان العب ب3 قلوب دفاع واسيب خالد الرمزي واسيب فواز الجارد فواز السبور حتى ان هو ما يشاركش. في بعض اللخبطة من مورينيو، اتامل مدرب افضل من مورينيو في الايام القادمة. لو الحلقة دي عجبتك انزل تحت شيك في القناة. كان معكم شريف نادي التحليل مع الكوتش. سلام.